السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده معادنا مع درس جديد، الدرس التاسع من سلسلة تعليم الكروشيه من الصفر لحد الاحتراف. انت لو اول مرة تشوفيني، انا ياسمين ودي قناتي لتعليم الكروشيه. طيب احنا اخر درس خدنا درس البريد الامامي والبريد الخلفي، اللي هو العمود الامامي والعمود الخلفي. النهارده معانا درس مهم جدا ويعتبر برضو غرزة اساسية جدا في اي قطعة كروشيه. طيب هي النهارده هناخد غرزة الغرزة المنزلقة او سليب ستيج. اسمها سليب ستيج، ودي بيكون رمزها معانا SL ST. سليب ده اختصار سليب، والاس تي اختصار الستيج. وبيكون شكلها في الباترون عبارة عن سلسلة، بس بتكون سلسلة بس ما بتكون مغمقة كده. تمام كده، بتبقى عبارة عن او بيجيلك نقطة سودا كده، يعني لا بتجيلك كده اكنها سلسلة بس غامقة، او بتجيلك عبارة عن نقطة كده في بداية السطر، في نهاية السطر اللي انت بتنهيه. ويعني هي بتبقى بين السطر اللي انت بتنهيه وبين السطر اللي هو هيبتدي. تمام كده، يعني لا اما النقطة دي لا اما العلامة دي، واختصارها SL ST. طيب طبعا غرزة المنزلقة بتبقى مهمة في اي قطعة كروشيه، بالذات لو هتعملي اللي هي الدايرة. تمام، دايرة يعني عبارة عن سلاسل يعني. طيب انا معايا هنا بداية الشغل بتاعي، انا عاملة هنا عدد معين من الاعمدة، اي عدد. تمام كده، انا طبعا عشان يعني هوريكم طريقة الغرزة بتتعمل ازاي. طيب احنا بنعمل غرزة المنزلقة ما لهاش ارتفاع. تمام كده، بس انا طبعا هعمل ارتفاع هنا عادي كده عشان بس ايه تبين لكم الغرزة. اول واحدة هنعملها حشو عادي عشان ابين لكم الفرق بتاع الغرزة. ممكن نعمل تاني واحدة كمان. طيب دول كده طبعا حشو، دول غرزة الحشو. غرزة المنزلقة ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا بندخل بنسحب ونطلع بالخيط، وبنخرج من الغرزة اللي على الابرة، ولا بتاخدي لفة ولا بتعملي اي حاجة. تاني بندخل بالشكل ده ونسحب، نلف ونسحب الخيط، ونقوم خارجين من الغرزة اللي على الابرة. تاني هو بالراحة هندخل وهنسحب وهنخرج من الغرزة اللي على الابرة. بتبقى بالشكل ده. بصوا غرزة هنا الحشو ليها حرف الفي بتاعها هو باين اهو، وليها ارتفاع. تمام، بصي هنا غرزة المنزلقة ملهاش اصلا ارتفاع، ليها حرف الفي بس بتاع السلسلة اللي هي اللي فوق، حرف الفي اللي فوق الاساسي اللي هو بتاع الشغل الاساسي. تعالوا كده نكمل مع بعض. اهو بدخل هنا بسحب الخيط ونخرج من الحلقة اللي على الابرة. تاني هدخل هنا واسحب واخرج من الحلقة اللي على الابرة. طبعا الغرزة دي بنستخدمها لو انت هتشتغلي بخيط رفيع شوية، بنستخدمها في عمل الكود بتاع الكم او البروفل. لو هتعملي بروفل بتبقى حلوة قوي في الخيط الرفيع، وخصوصا لو هو في مطة شوية بتديكي شكل البليسيه يعني. تمام كده، اهي تاني نخش هنا ونلف ونسحب
بالشكل ده. وطبعا دلوقتي برضو طلع ليها استخدامات تانية يعني. بالشكل ده هي، بصوا هنا الفرق اكنها سطر عادي سلاسل، اللي هو مش، بصي هنا بيديكي شكل السلاسل حلو ازاي. بصي هنا دي غرزة الحشو، يعني باين الاختلاف خالص يعني. بس كده، ودي كانت غرزة النهاردة. يا رب الدرس يكون انال اعجابكم، وما تنسينيش في لايك وشير لو عجبك الفيديو. ولو انت اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.